الحياة دايما مش بتمشي على هوانا، كلنا بنمر بأوقات صعبة وظروف بتضغط علينا بشكل مستمر، سواء كانت مشاكل مادية أو صراعات أسرية أو حتى عدم توازن بين الحياة العملية والشخصية. الواقع إن الدنيا ساعات بتكون قاسية لدرجة تخليك تحس إنك مش قادر تتحمل أكتر وإن كل حاجة ضدك، لكن التحديات دي مش نهاية المطاف، بالعكس هي جزء من رحلتك. كل ضغطة وكل أزمة بتعيشها بتساهم في تشكيل شخصيتك وتحديد قوتك. الناس اللي بتنجح في الحياة مش هم اللي عايشين في راحة واستقرار، بل اللي عرفوا يتعاملوا مع الصعوبات واستغلوا الفرص دي في تطوير نفسهم. مش مهم كم مرة وقعت فيها، المهم ازاي تقوم وتتعلم من اللي حصل. في الفيديو ده هنتكلم ازاي تواجه الحياة الصعبة وتخرج منها اقوى في 10 نقط. قبل ما نبدأ الفيديو صلى على النبي. واكيد يعني لو عجبك الفيديو كده والنظام بتاع الفيديو زي ما انتم شايفين في تجديدات حصلت، سوفت بوكس الليد جبناه هنا في تغيرات جديدة، لكن مع الوقت هيكون في احسن. لو انت دلوقتي مش مشترك في القناة انزل دلوقتي اشترك في القناة وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد من الفيديوهات اللي بقدمها لك. لو الفيديو عجبك ما تنساش تدعمنا بلايك. ومن غير ما نضيع وقت كتير خلينا نبدأ في الفيديو. الخطوة الأولى هو تقبل الواقع والتغيير. إنك تتقبل الواقع والتغيير هو أول خطوة مهمة عندك في التعامل مع الحياة الصعبة. تقبل الواقع مش معناه إنك تستسلم أو تقبل بالأمور السيئة، لكن يعني إنك تعترف بالحقيقة وتقبلها كخطوة أولى. مثلا لو واجهت مشكلة في شغلك أو دراستك، بدل ما تضيع وقتك في اللوم والشكوى حاول تقيم الوضع بشكل موضوعي. اسأل نفسك إيه العوامل اللي قدرت أتحكم فيها وإيه اللي ممكن أعمله في تحسين الوضع. كمان التغيير هو جزء طبيعي من الحياة وعادة ما يكون له تأثير كبير على كيفية تعاملك مع الظروف. لما تتقبل التغيير بتقدر تتكيف بشكل احسن مع الوضع الجديد. مثلا لو نقلت لمدينه جديده، بدل ما تحس بالغربه والاستياء حاول تتكيف مع البيئه الجديده وتبقى منفتح على تجربه حاجات جديده. التكيف مع التغيير يفتح لك ابواب جديده وبيمنحك فرصه لتحسين حياتك حتى في ظل الظروف الصعبه. في النهايه تقبل الواقع والتغيير بيساعدك على التركيز على الخطوات العمليه اللي تقدر تاخدها لتحسين وضعك بدل من الغرق في مشاعر العجز والاحباط. نيجي لتاني حاجه وهي تغيير الالم لدافع ايجابي. تحويل الالم لدافع ايجابي يعني استخدام المشاعر السلبيه اللي بتشعر بيها كحافز التغيير والنمو. الالم سواء كان جسديا او عاطفيا ممكن يكون نقطة انطلاق قوية لتحقيق انجازات جديدة. اولا لازم تعترف بالالم وتفهمه مش تهرب منه. لما تكون صريح مع نفسك حول المشاعر اللي بتحس بيها بتقدر تحدد ازاي تستخدمها بشكل ايجابي. مثلا لو مريت بظروف صعبة اذا كان في الشغل او حياتك الشخصية، بدل ما تقعد تحس باليأس استخدم التجربة دي كدافع لتطوير مهارة جديدة او تحقيق اهداف جديدة. ثانيا حاول تحول الالم لفرصة تعلم. كل تجربة صعبة فيها دروس قيمة. اعرف ايه اللي ممكن تتعلمه من الموقف وازاي تقدر تطور نفسك. الناس اللي بيمروا بازمات كبيرة زي فقدان وظيفة او علاقة احيانا بيكتشفوا مهارات جديدة او شغف لما يكونوا واعيين له من قبل. نيجي لتالت حاجة، التعلم من الفشل هو واحد من جوانب النمو الشخصي والتطور. الفشل مش نهاية العالم، لكن هو فرصة لتعلم دروس جديدة وتحسين نفسك. اولا لازم نفهم ان الفشل جزء طبيعي من اي عملية نجاح. كل شخص ناجح تعرض للفشل في مرحلة من حياته. السر في كيفية التعامل مع الفشل هو المفتاح. بدل ما تشوف الفشل كعقبة حاول تشوفه كفرصة للتعلم. اسأل نفسك ايه اللي حصل وايه اللي ممكن اتعلمه من التجربة دي. ثانيا حاول تحلل اسباب الفشل. افهم العوامل اللي ادت لعدم النجاح، سواء كانت اخطاء في التخطيط او عدم التحضر الكافي او حتى عوامل خارجية. لما تتعرف على الاسباب بتقدر تتجنبها في المستقبل، كده تقدر تحسن من استراتيجيتك. ثالثا لازم تقيم الفشل على تاثير اهدافك وتحدد خطه جديده. استخدم الدروس اللي اتعلمتها لتحسين مسارك وتعديل خطتك. الفشل بيخلينا نعيد التفكير في استراتيجيتنا ونكون اكثر استعدادا لمواجهه التحديات اللي جايه. كمان مهم انك تحافظ على ايجابياتك. الفشل ممكن يكون محبط، لكن لو قدرت تتعامل معه بايجابيه هتلاقي نفسك قادر تتقدم بخطوات اقوى. حاول تستمد القوه من التجربه وخليك دايما مصمم على تحقيق اهدافك حتى لو واجهت صعوبات. في النهايه الفشل مش هو النهايه، بل هو جزء من رحله النجاح. كل تجربه فشلت بتعلمك حاجه جديده وبتساعدك تطور نفسك وبتصبح اقوى في المرات الجايه. استثمر في الفشل كوسيله للتعلم والنمو وهتلاقي نفسك بتتقدم بشكل افضل. رابع حاجه وضع اهداف واقعيه. وضع اهداف واقعيه هو جزء اساسي من التعامل مع الحياه الصعبه وتحقيق النجاح. الاهداف الواقعيه بتساعدك على تحقيق تقدم ملموس بدلا من الاحساس بالاحباط من محاوله الوصول لاهداف غير قابله للتحقيق. اولا لازم تتاكد ان اهدافك محدده وواضحه. بدل ما تقول عايز اكون ناجح حدد هدف محدد، زي عايز احقق زياده في دخلي بنسبه معينه خلال سنه. تحديد الاهداف بوضوح بيساعدك على وضع خطه عمليه للوصول اليه. ثانيا حدد اوقات زمنيه محدده لتحقيق اهدافك. الاهداف بدون مواعيد نهائيه ممكن تتاخر او ما تتحققش. بتحديد مواعيد نهائيه وواقعيه بتزيد فرص تحقيق الاهداف لانك بتكون ملتزم بجدول زمني محدد. في النهايه الاهداف الواقعيه بتساعدك على الحفاظ على تركيزك وتحقيق تقدم ملموس من خلال تحديد اهداف واضحه وتحديد مواعيد نهائيه. بتقدر تفضل متحمس ومنظم في رحلتك لتحقيق النجاح. 5 المرونه
والتكيف. المرونة والتكيف مهارتين أساسيتين في التعامل مع الظروف الصعبة لما تواجه تحديات أو تغيرات غير متوقعة. قدرتك على التكيف مع الوضع الجديد بمرونة هي اللي هتساعدك تتجاوز الأزمات بنجاح. أولا المرونة بمعنى قدرتك على التكيف مع التغيرات والتحديات بدون ما تفضل ثابت على موقف واحد. لما تكون مرن بتقدر تتعامل مع التغيرات بشكل أكثر إيجابية وتستجيب بسرعة للتغيرات الجديدة اللي في حياتك. مثلا لو شغلك اتغير أو رحت مكان في موقع جديد، بدل من الاستسلام والإحباط حاول تتأقلم مع الوضع الجديد وتبحث عن الفرصة المتاحة فيه. ثانيا التكيف يعني قدرتك على تغيير استراتيجياتك وأهدافك حسب الظروف الجديدة. لما تتعرض لموقف غير متوقع زي فقدان وظيفة أو تغيير في الخطط الشخصية، التكيف مع الوضع بيطلب منك إعادة تقييم خططك وتحديد كيف تقدر تتعامل مع التغير. مثلا لو أنت بتخطط لدراسة معينة وفجأة تغيرت ظروفك المادية، حاول تبحث عن خيارات تعليمية تانية أو طرق لتمويل دراستك بطرق مختلفة. في النهاية القدرة على المرونة والتكيف بتساعدك على الاستجابة للتحديات بفعالية. لما تكون مرن وتتعلم كيفية التكيف مع التغيرات بتزيد فرص نجاحك وتجاوزك للصعوبات بشكل أسرع وأقوى. 6. التفكير الإيجابي يعني التركيز على الجوانب الإيجابية في أي موقف بدل ما تركز على السلبيات. لما تواجه مشكلة حاول تركز على الحلول والفرص بدل ما تركز على العقبات. مثلا لو واجهت تحديات في مشروع عمل، بدل من التفكير في الفشل فكر في كيفية تحسين الأداء والفرص اللي ممكن تطلع منها. استخدم عبارات تدعم نفسك بيها زي مثلا أنا قادر أتعامل مع المشكلة دي، أو كل تحدي فرصة للتعلم والنمو. التأكيدات دي بتساعدك على بناء ثقتك بنفسك وتحسين حالتك النفسية. في النهاية التفكير الإيجابي هو أداة قوية بتساعدك على التعامل مع التحديات والضغوط بشكل أفضل من خلال التركيز على الجوانب الإيجابية واستخدام العبارات الإيجابية، وتقدر تحسن حالتك النفسية وتزيد من قدرتك على التغلب على الصعوبات. 7. التحكم على الضغط النفسي. التحكم على الضغط النفسي هو عنصر حاسم في التعامل مع الأوقات الصعبة. الضغوط اليومية ممكن تؤثر على صحتك النفسية والجسدية، ولكن التحكم فيها بطرق فعالة ممكن يساعدك على الحفاظ على هدوءك ووضوح ذهنك. حاول تعرف الضغط سببه ايه، سواء كان من الشغل او العلاقات الشخصيه او غيرها من العوامل. بعد ما تحدد المصادر تقدر تاخد خطوات للتعامل معها بطرق اكثر فاعليه. خطط لايامك بشكل كويس وخلي في وقت للراحه والحاجات اللي بتحبها. تحديد اولوياتك وتنظيم وقتك ممكن يساعدك على التعامل مع المهام بسهوله ويقلل من الاحساس بالضغط. لعب الرياضه بانتظام او الاكل الصحي وانك تستكفى نوم وتنام كويس بيساعدك على التعامل مع التوتر بشكل افضل. الجسم السليم بيساهم في عقل سليم وقدره اكبر على مواجهه الضغوط. ممكن كمان تفضفض مع اقرب حد ليك وده يساعدك في تقليل الضغط عليك. في النهايه برضو التحكم في الضغط النفسي يتطلب مزيجا من الاهتمام بالصحه الجسديه والتواصل مع الاخرين. بتطبيق كل الحاجات دي تقدر تخفف من الضغوط اليوميه، تحافظ على توازن عقلي وجسدي افضل. 8. الاستفاده من تجارب الاخرين. الاستفاده من تجارب الاخرين هي وسيله فعاله لتحسين نفسك والتعامل مع التحديات. بتقدر تتعلم من خبرات وتجارب الاشخاص اللي مروا بمواقف مشابهه. الاشخاص اللي عدوا صعوبات كبيره ممكن انهم يدوك فكره ازاي تتعامل مع الصعوبات دي. كمان الناس غالبا بيشاركوا تجاربهم بما فيهم الاخطاء اللي ارتكبوها، وده ممكن يساعدك على تجنب نفس الاخطاء. استفيد من خبراتهم لتجنب المشكلات نفسها وتحسين قراراتك. الاستفاده من تجارب الاخرين هي وسيله قويه للتعلم والنمو من خلال الاستماع ليهم والتعلم من اخطائهم والبحث عن نصائحهم. بتقدر تحسن قدرتك على التعامل مع الصعوبات. 9. التركيز على ما يمكنك التحكم فيه بدل ما تضيع وقتك بالتفكير في الحاجات اللي مش تحت سيطرتك. ركز على اللي تقدر تغيره وتحسن فيه، ده هيخليك تحس بالتحكم في حياتك وتخرج من دائره العجز. اولا حدد مجالات التحكم في حياتك. فكر في الامور اللي تقدر تاثر عليها زي كيفيه اداره وقتك، اختباراتك اليوميه، وطريقه تعاملك مع المشكلات. الحاجات دي اللي تقدر تحسنها وتديرها ركز عليها. ثانيا تجنب التفكير في الامور الخارجه عن سيطرتك. في بعض الاحيان بنميل لقلق حول اشياء زي احداث مستقبليه او تصرفات الاخرين اللي احنا ما نقدرش نتحكم فيها. بدل من كده ركز في اللي تقدر تعمله في الوقت الحالي لتحسين وضعك وخد خطوات عمليه لتحسين جوانب حياتك اللي تقدر تتحكم فيها. 10 واخر حاجه الايمان بذاتك والقدره على التحمل. اولا الايمان بذاتك يعني انك تكون واثق في قدرتك ومهاراتك. لما بتؤمن بنفسك بتكون اكثر استعدادا للمخاطره وتحمل المسؤوليه. على سبيل المثال لو كنت بتسعى لتحقيق هدف كبير زي برضه بدء مشروع جديد، فالايمان بذاتك بيديك ثقه في اتخاذ الخطوات اللازمه وتحمل المخاطر. ثانيا القدره على التحمل يعني انك تكون قادر على الاستمرار في مواجهه الصعوبات وعدم الاستسلام. التحمل بيطلب قوه ذهنيه وقدره على الصمود رغم التحديات. مثلا لو كنت بتواجه فتره صعبه في شغلك او دراستك، قدرتك على التحمل بتساعدك على الاستمرار والعمل بجد حتى في الاوقات الصعبه. في النهايه الصعوبات والتحديات جزء من الحياه، لكن الاهم هو ازاي تخرج منها اقوى. لما تتعلم من كل تجربه بتمر بيها وتستفيد من الدروس اللي فيها هتلاقي نفسك بتتحول لشخص قادر يواجه اي حاجه مهما كانت صعبه. ودايما خليك فاكر ان الصعوبات دي مش هتستمر للابد. فكر في ازاي الوضع قدام بعد ما الامور تتحسن. وبكده يكون وصلنا لاخر الفيديو. اتمنى تكونوا استفدتوا يا رب. سلام.